البنت والبراعين شرفتونا. مرحبا بلجنة التحكيم، مرحبا بالضيوف ديالنا. إنه ليوم سعيد في الحقيقة، والله العظيم هذا يوم سعيد، يوم كبير معظم عند الله سبحانه وتعالى، ونحن نلتقي في هذا الجمع الطيب لكي نحتفل بختم مسابقة تجويد القرآن الكريم التي شرعت وانطلقت جمعية نساء رائدات للتنمية على الاشتغال عليها منذ بداية شهر رمضان المعظم. فرحات نحن وفرحون بتواجدكم. شكرا لكم على الاهتمام بكلام الله، ويقول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالهدف من هذه المسابقة هو تحفيز وتشجيع الكتاكيت أبنائنا فلذات أكبادنا لكي يتقنوا كلام الله، لكي يتشبثوا بكلام الله. فهنيئا هنيئا هنيئا لأولياء أموركم، وهنيئا لكم وهنيئا لنا بكم. أتمنى لكم التوفيق والسداد. من هذا المنبر أتقدم بالشكر الجزيل لكل الحضور الكريم، كل باسمه وبصفته، للسيد مدير دار الشباب سيد أحمد الصغيوري اللي فتح لنا هذه دار الشباب باش نعملوا فيها هذه المسابقة، جزاه الله خيرا. كذلك للناس المحسنين اللي ساهموا في إنجاح هذا العمل بكل يعني ماديا ومعنويا، لا داعي لذكر الأسماء، للجنة التحكيم، للجنة المنظمة، للجمعيات المشاركة ودور القرآن والذين تحملوا مشاق يعني عناء وتعب المواصلات، لأنه جاوا بعاد معنا ناس من ولاد الطيب ومعنا ناس من مفتوح وعين قدوس والفاس. فهنيئا لكم جميعا، وتقبل الله منا جميعا صالح الأعمال. ولا ننسى أن نشكر الوجه الإعلامي المتميز والفاعل بجمع ميسي عزيز مكاوي. شكرا للجميع، كنتمنى لكم التوفيق والسداد. إله الحلوي إطار تربوي سبق له أن درس في التعليم العمومي وهو الآن متقاعد، وقد استفاد كثيرا في علم التجويد، خصوصا قراءة نافع من رواية ورش من طريق الأزرق، وكذلك رواية قالون من طريق أبي نشيط عن الشيخ أحمد الحسوني. والشيخ الحسوني له السند والقراءات العشر أخذه عن الشيخ المكي العالم الكبير في القراءات. بالنسبة للإمام عبد الرزاق الجمغيلي، إمام مسجد الغزير بالمدينة العتيقة ومحفظ ومعلم للأطفال بكتاب الغزير. الأستاذة حياة بن شقرون محفظة ومعلمة وحاملة لكتاب الله، تشتغل بمسجد عثمان بن عفان بواد فاس لتدريس القرآن للنساء. بالنسبة للأستاذة جميلة مغار، أستاذة بالمجلس العلمي، وهي كذلك معلمة ومحفظة بعدة جمعيات وبعدة مراكز، وكذلك حاملة وحافظة لكتاب الله. تبارك الله عليكم وجزاكم الله خيرا. والآن تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الإمام عبد الرزاق الجمغيلي، فليتفضل مشكورا. الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى توفكون؟ وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكون
تكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العظيم. ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمي جنة سليماني، أنتمي إلى جمعية إشراق. سأتلو على مسامعكم سورة القدر. على مسامعكم آيات بينات من سورة القدر. اسمي بيان بودريبة، أنتمي لجمعية الإشراق لتربية المرأة. سأتلو على مسامعكم آيات بينات من سورة النبأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن يوم الفصل كان ميقاتا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا للطاغين مآبا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. أنتمي إلى جمعية الإشراق لتنمية المرأة. سأتلو على مسامعكم آيات بينات من سورة الانشقاق. السلام عليكم. اسمي أحمد الليوي، أنتمي لجمعية الإشراق لتنمية المرأة. سأتلو على مسامعكم سورة القدر.